وليد هوريك حاجه وتقول لي بتفكرك بايه. في ايه يا وليد؟ مش هوريك حاجه، انت فهمت ايه؟ انت بتلف ليه؟ ايه ده؟ يا الله. دي بتفكرك بايه؟ دي بتفكرني بكل حاجه وحشه في حياتي والله. بعد ما اتجوزت على طول. اه لان قبل ما اتجوزت اكيد ما تعرفهاش. ده بجد على فكره، والله بجد. بجد؟ والله. اما احكي لي على اول شيك، على اول ريسيت. مش اول ريسيت، انا هفهمك حاجه. انا من النوع، يا انت مديني تروما، فاهم؟ انت بتصحي تروما والله. خد بالك الحته اللي خلينا قدام دي هقول لك على معلومه انت لسه دي ما عشان تقعد تعرفهاش. فيها لو تعبت وهي لا ماشيه. عشان البيبي بجد لما تولد. انا بقعد انا فيها. لما انت اللي تولد. بص يا لما انا اللي اولد لو فتحوا الموضوع. بص، احنا اول ما اتجوزنا لنا والقريم اكبر اخواتها، اوكي فهي ما عندهاش خبره مثلا الاخت الكبيره اللي اتجوزت فتاخد منها الخبره وبتاع وكده. ماشي. وانا اصغر اخواتي، واخواتي اتجوزوا وانا بيبي، يعني وانا في المدرسه. يا حبيبي انت كنت بيبي في يوم من الايام. انا كنت اتولدت بيبي بيقولوا يا حبيبي يعني. يا حبيبي. فروحنا بقى انا وهي السوبر ماركت اللي مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان لحد ما يدفع فلوس البرنامج عشان يبقى سبونسر، وتاخد انت فلوس وانا اخد فلوس على اللي جاي بدل ما انا جاي ببلاش. قصه طويله كده مالكش دعوه. قول عنوانه بقى عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم على ايه. جنب البيت عندي على طول. فروحنا وبعدين بنشتري حاجه البيت. اوكي فهي ريم ما بتعملش حاجه غير ان هي بتقارن الاسعار. ماشي. مش مهم الكواليتي، مش مهم ده مصري مش مصري. هي قالوا لها ست البيت الشاطره اللي تحافظ على فلوس جوزها. ايوه. فيعني انت هتجيب حاجات هتفضل في الثلاجه بالشهور، انت مش عارف دي بتعمل ايه. بس انت وفرت وجبتها. بس انت هتجيبها. انت حجزت. اول شيك بجد عايز تعرف كان كام؟ انا عايز اعرف اول. ممكن اوريك المسج والله، بس انا مثبتها دي. وريني المسج اقراها لي. لا مسج البنك. اقراها لي، انت معاك تليفونين وجاكيت تقرا. اقرا لك ايه؟ يلا يا باشا. مهم عشان ما نقولش اسم البنك. مش هتطلع في الكاميرا اسم البنك بجد؟ والله ما هيطلع. وبعد اذنكم ما تجيبوش اسم البنك. احنا بقى لنا شهرين. اوكي. فالحاجه دي جت يعني اللي هي حاجه اسبوعين مش شهر، لان احنا كنا مسافرين شهر العسل. دي حاجه اسبوعين بس. حاجه اسبوعين، مش الحاجه بقى موجوده بس تم خصم كام بقى؟ شكرا لاستخدامكم بطاقه بنك كذا، تمام كده؟ ماشي. تم خصم مبلغ 15000 جنيه 464. انتوا ما كنتوش لسه جبتوا الشاشه؟ احنا ما كناش لسه يعني فاهم، ما كناش لسه دخلنا البيت حتى. ده اللي هو احنا رجعنا من شهر 15000 العسل. دول ايه؟ حاجه الثلاجه. جبتوا ده غير ثمن الثلاجه؟ انا كنت فاكر ان هي كانت بتوفر. بتهزر والله العظيم. وبعدين بتجيب صوصات، هي بتجيب صوصات كتير قوي، انا ما اعرفش ليه. انا طول عمري يا كاتشب يا مايونيز. لا اكتشفت ان في حاجات تشيلي وحاجات باربيكيو وحاجات سويت تشيلي وحاجات تشيلي مش ماسترد وماسترد. الماسترد ده مجلد. عايز اقول لك ان ده فكر اليهود. اه دخلوه وسطينا هي بقى عشان يعملوا. وهي تبنته. هي تبنته في بيتنا. هي ما كانتش سقعانه اليوم ده. كانتش بردانه بقى في الحاجات دي. ما بتبقى انا اللي ببرد، انا اللي بحس ان الدنيا بردت مع الحساب. والله انا كنت وانا عايش لوحدي والله مش مبالغه، ممكن طول الشهر مثلا اكل ب 2000 3، لان معظم الاحيان عند اختي عند بابا عندك. الحاجات دي كفتكم اسبوعين ولا اكتر؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه على الثلاجه. 15000 جنيه. انا ما اعرفش اي حاجه على الثلاجه. انا اللي بتطلع لي الحاجه عارف زي العهده. خد انت عارف انا مع مراتي لما بندخل السوبر ماركت اللي هو مش هينفع نقول اسمه عشان خاطر لحد ما الانتاج الحته اللي انت قلتها بالظبط ناخدها هنا نكررها ويدفع لك. السوبر ماركت اللي مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان لحد ما يدفع فلوس البرنامج عشان يبقى سبونسر، وتاخد انت فلوس وانا اخد فلوس. لما بدخل مع مراتي وتبتدي تلف هي على الحاجات انا ببقى ماشي وراها بالبتاعه دي بس الكبيره بقى. احنا بنروح ليه؟ بنروح ليه؟ بجد علشان ما دي بعجل. علشان الريسيت. طب ما تدي لها الكارت. هترجع من غيره. لا انا مدي لها الكارت. لا بس انت لازم تيجي تزق البتاع. لا ما عشان بص هقول لك على حركه ذكيه. هي بتعدي جنب الحاجات بتنسى فكره ان هي المفروض بتدور على حاجه هي عايزاها، فبتفتكر ان الحاجات اللي محطوطه احنا لازم ناخد منها. لا انا عندي ريم بتطلع هوك كده وهي ماشيه هتطلع انا بعمل ايه بقى؟ بعمل بتاع كده. بالظبط على الارض بقى اللي يجي فتنزل على الارض نوصل على الراجل حاجتين حلوين. انت بقالك سنتين؟ ها انت بقالك شهرين. شهرين واسبوع.